تعرف ان في حاجة اسمها ميتا ووري، القلق من القلق. في نقطة مهمة جدا بيقع فيها ناس كتير من غير ما ياخدوا بالهم. في باحث بريطاني اسمه ادريان ويلز، الراجل ده من اكتر الناس اللي درسوا القلق والتفكير المفرط، واتكلم عن مصطلح غريب شوية لكنه حقيقي جدا، اسمه ميتا ووري او القلق من القلق. الفكرة ببساطة إنك مش بس بتقلق من الموقف، لأ كمان بتقلق من قلقك نفسه. يعني مثلا تحس إنك متوتر أو قلقان من حاجة معينة، وفجأة تبتدي تقول لنفسك: هو أنا ليه قلقان كده؟ ده شكلي هتجنن، أنا مش قادر أتحكم في نفسي، القلق ده هيضيعني. وساعتها اللي بيحصل إن القلق الأصلي كان بسيط، لكن لما تخاف منه بيكبر وبيتضاعف، فتدخل في حلقة مفرغة. أولا قلق، وبعدين ضيق من القلق، وبعدين قلق من الضيق نفسه. وده اللي بيخلي الناس تحس انهم محبوسين جوه دماغهم، مش عارفين يخرجوا من دايرة التفكير دي. بس الحقيقة ان السر كله بسيط جدا. لما تحس بالقلق ما تفسرش الشعور ده زيادة عن اللزوم. ما تقولش انا هتجنن او انا مش طبيعي، قول لنفسك ببساطة: انا حاسس بقلق، وده مجرد احساس وهيعدي. لما تتعامل مع القلق على انه احساس عادي زي اي احساس تاني، زي الجوع او التعب، هتلاحظ انك بدأت تهدى، وان القلق مش هو اللي هيسيطر عليك، انت اللي بقيت شايفه على حقيقته.